السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو جديد يا بنات. كله إن شاء الله طاقة إيجابية، كله تشجيع وأفكار وفضفضة كده من القلب. عايزة أتكلم معاكم في حاجات هتفرق قوي معاكي في الفترة اللي احنا فيها دي، وفي الأيام المفترجة اللي احنا فيها، الأشهر الحرم. شهر احنا دلوقتي لسه في ذو القعدة، وبعد كده إن شاء الله داخلين على أجمل أيام العام، اللي هي طبعا العشرة من ذي الحجة. فربنا إن شاء الله يتقبل منا يا رب صالح الأعمال، لأن هي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا فيها بالعمل الصالح. فاحنا إن شاء الله كل عمل صالح نحاول نواظب عليه في العشرة من ذي الحجة يا بنات. أعمال صالحة طبعا معروفة: الصلاة، الصيام، الصدقة، الذكر. كل معروف صدقة، يعني طبعا الصدقة كل عمل خير انت تعمليه، سواء كان بر بوالديكي، سواء كان رعايتك لبيتك ولأولادك ولزوجك، كل ده بر وكل ده عمل خير وكل ده صدقات. ربنا يتقبل يا رب منا ومنكم صالح الأعمال. الذكر، خدمتك في بيتك، خدمتك في بيتك يعني ممكن توصل لدرجة الجهاد في سبيل الله. فعايزة اقول لكم ان احنا يعني احنا كسيدات عندنا فرص حسنات رهيبة، بس اهم حاجة ان احنا نجدد النية، لان النية هي اللي بتحول العمل من عادة لعبادة. فطبعا دايما نجدد النية كده، وخاصة في العشر الاوائل من ذي الحجة. وكنت عايزه اتكلم معاكم بقى، طبعا واحنا شغالين في الروتين كده يعني بنتسلى، وفي نفس الوقت ممكن لو انت وراكي حاجه مثلا في المطبخ او حاجه في البيت، ممكن تشغلي الفيديو تسمعيه كده كانه بودكاست كده، تسمعيه دردشه كده بالصوت، هيفيدك قوي. عايزه اتكلم معاكم طبعا. اللي اتفرج على الفيديو اللي فات عرف ان والدتي ربنا يبارك لي في عمرها يا رب، ان شاء الله كده ربنا يتقبل منها يا رب، سافرت للحج، وان هي الحمد لله ربنا كرمها وطلع اسمها في حج العمره الحمد لله هذا العام. ربنا يتقبل منها يا رب ومن جميع الحجاج، ويا رب عقبالنا يا رب جميعا، اللي حج واللي ما حجش. ربنا يرزقنا يا رب زياره بيته الحرام يا رب، ويرزقنا يا رب عمره وحجه مقبولين ان شاء الله. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة يا رب العالمين. فطبعا انتوا شفتوا الفيديو اللي فات، اخر فيديو انا نزلته قبل الفيديو ده، كنت بحضر معاها ست الكل ربنا يبارك لي في عمرها يا رب، كنت بحضر مع ماما شنطة الحج. هي بصراحة ربنا يبارك لها، خالته يعني اختها الكبيرة، ربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر، كانت هي بتظبط معاها، وكانت كاتبه لها ورق بالتفاصيل وبكل اللبس اللي محتاجاه وبالاشياء اللي محتاجاها. فانا قلت لها نعمل فيديو يعني برضو يفيد اي حد يكون طالع حج او عمرة. واتناقشت معاها زي ما شفتوا الفيديو اللي فات. اللي ما شافوش هسيبه لكم ان شاء الله في شاشات النهاية يعني، بحيث برضو تاخدوا فكرة عن الحاجات المطلوبة. فطبعا انا هنا كنت بعمل الورد اللي انا قلت لكم عليه، اللي بحب جدا ان انا اعمله كل فتره كده، وخاصه في الايام اللي بحب ان انا اغتنمها في العمل الصالح زي ايام العشرة من ذي الحجه. اعملي ورقه كده ورد، اكتبي فيه الصلوات الخمسة طبعا على أوقاتها. الفجر حاولوا يا بنات تصلوا الفجر في ميعاده، ظبطي له منبه، اتصرفي بأي طريقة، خلي حد مثلا من قرايبك، مامتك، اخواتك يرنوا عليكي لو حد بيصحى يصلي الفجر. أقل ما فيها ظبطي منبه. طب انا بطفي المنبه يا عبير وبنام تاني، اعملي بقى الحل اللي انا برضو لما كنت بطفي المنبه وانام تاني بقيت اعمله. لما بعمل الحل ده بفضل الله ربنا بيقدرني واصلي الفجر. ايه هو يا بنات؟ ان انا بخلي التليفون يبقى بعيد عني شوية، يعني مش هخليه مثلا على الكومودينو جنب السرير بتاعي على طول، لا، بخليه مثلا على ترابيزة تكون في الأوضة بعيدة عني شوية، او فهمني، او مثلا على الرخامة في المطبخ، بحيث ان انا اضطر ان انا اكون سامعة صوته، سامعة صوت المنبه، بس ما اقدرش ان انا اطفيه وانا نايمة على السرير، لان الشيطان هيغفلك وهينامك تاني وهيغفلك عن صلاة الفجر. فلا، انت قومي يعني بحيث انك لما هتقومي خلاص بقى، انت الحركة دي هتخليكي يبقى سهل جدا تدخلي تتوضي وتصلي بفضل الله، وتبقى الموضوع سهل عليكي. فاهمين قصدي ايه؟ فخلي التليفون المنبه بتاعك في وقت الفجر ده يرن، يبقى بعيد شوية عن ايدك، ما يبقاش طايلاه وانت نايمة على السرير، لا، يبقى بعيد شوية عن ايدك. طيب انا كنت عايزة اتكلم معاكم
في قصة ماما. يعني ماما عايزة اقول لكم ان هي بتحاول تحج بقالها سنين. ف... فالقصة دي حبيت ان انا يعني اقولها لكم، علشان محدش ابدا ابدا ييأس، يعني ييأس ابدا من رحمة ربنا، ولا ييأس ابدا من اي دعاء يدعيه ويحس ان هو متأخر عليه. بيبقى متأخر لحكمة، وبيبقى متأخر بترتيب وتدبير ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم ايه؟ يدبر الامر. فربنا سبحانه وتعالى بيدبر الامر لما فيه الصالح للعبد، لما فيه الصالح ليكي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيأخر عليكي حاجة بيأخرها عليكي عشان هو ده الصالح ليكي، حتى لو انت مش شايفة كده ومش مقتنعة بكده. بس هو في الاول وفي الاخر هو خالقك. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق، وهو ارحم بيكي من نفسك سبحانه وتعالى. فالقصة يعني ان ماما طبعا بعد وفاة بابا الله يرحمه، بابا توفى حوالي من نقدر نقول من 7 سنين، 7 8 سنين كده. فرحمة الله عليه، ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب، ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب، هو وخالتي. خالتي اللي توفاها الله برضو انتوا عارفين قبل رمضان على طول. ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. فماما يا بنات كانت نفسها جدا في الحج. كانت كل سنة، يعني بقالها 7 سنين، كل سنة بتقدم على حج القرعة، اللي هو في مصر عندنا هنا حج القرعة تبع وزارة الداخلية. فكانت كل سنة بتقدم وربنا ما يقدر لهاش ان هي تقبل. كل سنة بقالها 7 مرات بتعمل الحركة دي، بتقدم وتيجي نتيجة القرعة لا ان هي ما نجحتش. طبعا انا هنا يا جماعة عاملة مقاطع بس عشان ادردش معاكم، مقاطع تشجيعية كده وحاجات فيديوهات روتينات يعني كنت اتكلمت فيها معاكم. فايه بس عشان القصة دي بجد هتطلعوا منها بعبرة جميلة قوي في حياتكم. فانا السنة اللي فاتت، العام القادم، العام الماضي يا ربي العام الماضي، السنة اللي فاتت، ماما بتكلمني وكانت زعلانة جدا، بتكلمني في التليفون فبتقول لي يا عبير ده انا برضو ما طلعتش للأسف حج القرعة برضو زي كل عام برضو ما بنجحش فيها. انا مش عارفة هو ربنا زعلان مني ولا ايه. والله قالت لي زي ما بقول لكم، والله زي ما بقول لكم كده، قالت الجمله دي كده، قالت لي انا مش عارفه هو ربنا زعلان مني ولا ايه. انا بدعي كتير قوي، بدعي بقالي 7 سنين بدعي ربنا ان يا رب اطلع الحج، وربنا مش ما تقبلش لسه. ما قلت لها مين اللي قالك ان ربنا ما تقبلش؟ ربنا تقبل، وربنا مش هيضيع ابدا دعواكي ولا هيخذلك، بس في ميعاد معين ربنا كاتبهولك. خليكي على يقين ان ده الميعاد اللي هيبقى فيه الخير ليكي. خليكي على يقين ان هو ده الميعاد. خليكي على يقين باستجابة الدعوة. اتأخرت شوية يبقى اكيد ده الخير، يعني تأخيرها ده اكيد ده الخير. هتعرفي بعد كده، هتعرفي بعد كده ان هو ده ترتيب ربنا وتدبيره ويدبر الامر. يعني دايما فكري وافتكري دايما الكلمة دي، الآية دي، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر بما فيه الصالح ليكي وللناس كلها، مش ليكي انت لوحدك، يبقى فيه الصالح ليكي ولكل المسلمين. فسبحان الله العام الماضي حد من قرايبنا دعالها وهو بيحج ان شاء الله هي تحج وربنا ينولها زيارة بيته الحرام. فربنا يبارك له يا رب طبعا ويجعله في ميزان حسناته. وسبحان الله ربنا كرمها والحمد لله طلعت الحج العام ده. فاوعي ابدا تيأسي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. اوعي تقولي انا بدعي كتير والدعاء ما استجابش. لا، استجاب. يعني دايما خليكي على يقين ان طالما انت عندك يقين بالاستجابة ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعوة، ولكن استجابها بما فيه الخير ليكي وللمسلمين. يعني زي ما قلت لك يدبر الامر سبحانه وتعالى. كمان كنت عايزة اقول لكم يعني حاجة تانية حصلت مع ماما برضو. اللي متابعني من شهور يعني فاتت، كنت قايله لكم تقريبا من 6 شهور كانت ماما تعبانه. كنت انا قايله لكم الموضوع ده وادعوا لها ربنا يشفيها. ماما كانت تعرضت لحادثه، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد ان هي كانت يعني الحمد لله انها جت على قد كده، والحمد لله ان ربنا كرمها ونجاها الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله ماما لما ربنا كرمها بالحج العام ده، وكان بعد الحادثه ده، بعد مرور الحادثه، يعني بعد الحادثه بكام شهر،
فهي قالت لي جملة كده ما انساهاش ابدا، قالت لي ربنا الحمد لله عوضني خير، عشان انا يعني احتسبت الاجر في تعبي واللي حصل لي عند ربنا سبحانه وتعالى. ودايما يا بنتي مفيش محنة الا يعني بعدها منحة، ان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيعوض على الانسان، بيعوض عليه طالما هو صبر واحتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا نسأل الله العافية من كل بلية يا رب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ادعوا ربنا كتير يا بنات، أيام حلوة جميلة فيها إن شاء الله استجابة للدعاء. وما ننساش نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله.